جالكم كلامي من الكومنتات وناس معانا واحده واحده كده عشان نبقى فاهمين اللي حصل ايه. الاندر بتاعي اتاخد من على الحبل، متاكده في الموضوع ده 100%. ومن بعدها وانا بلف على الدكاتره بيقولوا لي مفيش سبب عضوي، روحي الشيخ. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هي نسيت غياراتها الداخليه على الحبل ورجعت ما لقيتهاش، فحد من الناس الجميله من نفسنا اللي بتبقى جوه السكن، الناس المريضه، خدوا اللبس بتاعها وراحوا عملوا عليه سحر، فهي بتلف عشان تتعالج. مبدئيا ربنا يشفيكي باذن الله. نصيحه مني، الموضوع مش سهل ومش بسيط. عادي الفيديو اللي فات تاني، ولا تسيبي لبسك على حبل، ولا تسيبي ملايتك على السرير لو هتاخدي فتره طويله بره. كل حاجتك تتحط في دولاب وتتقفل عليها بقفل وانت ماشي. بلاش عشان الموضوع مش بسيط، ما تستسهلوش الكلام ده خالص، بيحصل فيه مصايب والله. تبقى واحده عايزه تجوزك لاخوها، ولا مش عارف مين متكلم عليكي فيتاخد مش عارف ايه تعمل عليه ايه، الحوارات اللي بتحصل دي ناس مريضه ربنا يبعدهم عننا بجد. دهبك ما تاخدوش معاكي السكن، تسيبيه في البيت. لو مخطوبه هاتي دبله شبه الدبله بتاعتك الاصليه بسها في صباعك، مش هيحصل حاجه يعني، مش خلاص يعني. احسن ما يحصل لك اي حاجه في البلد انت ما تعرفيش فيها اي حد، وعلى بال ما حد يوصل لك من اهلك فيبقى حوار. ربنا يحفظكم ويحميكم، وان شاء الله كده تعدوا الفتره دي على خير وترجعوا لاهلكم سالمين غانمين باذن الله. اي استفسار خش ابعت لي على الانستا، كل الاكونتات بتاعتي هتلاقيها عندك في البايو، وفي سلسله كامله عاملها لك حياتك الجامعيه خش اسمعها، هتفيدك جدا. اشوفكم فيديو جديد، سلام.